بصوا بقى، ما هو انا مش هسيبكم غير لما تعملوا المخلل ده. لازم لازم بجد تجربوه، لان بجد مفيش اسهل منه ولا اطعم منه، بجد رائع رائع. لازم كل اللي يعرفني يعرف يعمل المخلل دوت. المخلل ده مفيش اسهل منه، مفيش اسرع منه، ما بنتعبش فيه في اي حاجة خالص ولا اي حاجة خالص. بصوا بصوا الجزر عامل ازاي. هو ده عايزه اقول لكم انا عاملاه من يومين اتنين. بجد رائع، حلو قوي 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 قوي. لازم تجربوه. انا عملته قبل كده بس قلت لازم اعمله لكم تاني علشان افكركم بيه. تمام. احنا عندنا هنا الفلفل، وعندي جزر، وممكن كمان نجيب خيار. ممكن نعمل فلفل بس، ممكن نعمل تشكيلة كلها على بعضها، مفيش اي مشكلة خالص. الفلفل ممكن نقطعه قطع صغيرة زي ما انا هعمله كده، وممكن نسيبه زي ما هو بس نديله ايه شقة كده بالسكينة من النص وخلاص على كده. انا عن نفسي بحب اقطعه قطع صغيرة كده علشان اللي ياخد حتة ما ي... يعني هي حتة كده، وايه ما يسيبش بقية الفلفلية كلها. تمام. بجد الفلفل ده او المخلل ده عموما رائع، وانتم مش هتتعبوا فيه خالص خالص. بصوا انا يا دوبك غسلته كويس ونشفته ورحت مقطعاه زي ما انتم شايفينه كده. هحطه بقى في البرطمان بتاعي، هعبيه واقول لكم هنعمل ايه. طبعا انتم مستنيين نعمل محلول. لا، احنا مش هنعمل محلول ولا هنتعب نفسينا ولا هنعمل اي حاجه. كل اللي انت تعمليه ان انت هتروحي السوبر ماركت، هتقولي له عايزه الشرش بتاع الجبنه البراميلي او الجبنه الاسطنبولي او اي جبنه بيضه عموما موجوده عنده. عموما اي شرش بيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. وهنجيبه هنحطه على الخضار اللي احنا قطعناه دوت. اوكي. مش هنعمل اي حاجه تاني ولا هنحط اي اضافات تاني ولا اي حاجه خالص. يا دوبك هنغطيه بيه. وهعمل ايه، وهغطيه بكيس واقفل البرطمان كويس. اوكي. هما يومين اتنين، هما يومين اتنين هتفتحي عليه هتلاقيه بجد تحفة ورائع. بجد لازم تجربوه. وكل اللي داوم مني يخش في الكومنتات ويقول رأيه فيه، لان بجد هو طعمه مش طبيعي، يعني طعمه حلو قوي. وكمان ما بياخدش مننا مجهود ولا بياخد مننا وقت ولا بياخد مننا تعب في اي حاجه. بصوا انا بجيب الشرش من الراجل، هو بيدوني كده في كيس وانا بفضيه في برطمان وبحفظه عندي. وبعدين ايه كمان، احنا ممكن الشرش ده لما المخلل بتاعنا يخلص احنا بنعمل فيه مره واتنين وتلاته، ما فيهوش ايه مشكله. وبيبقى برضو طعمه جميل والمخلل بتاعي بيبقى مقرمش وبيبقى حلو جدا. عموما بقى عايزه اقول لكم على حاجه، اي مخلل عايزين انتوا تخلوه مقرمش حتى يقعد شهر، يقعد اتنين، هيقعد سنه، اول ما يستوي حطوه في التلاجة. حطوا البرطمانات في التلاجة اول معاكي المخلل ما يستوي، حطيه في التلاجة هيفضل مقرمش لحد اخر واحدة. المهم بقى لازم تجربوا المخلل ده، ولازم تعملوا لايك وتعملوا شير وتعملوا اشتراك في قناة يوميات بطوط. هتشوفوا عليها حاجات حلوة قوي وكلها سهلة وكلها سريعة وكلها مش هتاخد معاكم مجهود ولا وقت ولا اي حاجة خالص، وهتلاقوا فيها افكار حلوة هتعجبكم جدا. يلا بقى اللي مش مشترك في القناة يشترك، لايك حلو كده وكومنت جميل كده زيكم، واللي ضايق المخلل يخش يقول رأيه في الكومنتات عشان انتوا معظمكم دقتوه مني. وبجد هو طعمه رهيب بجد، اللي هيجربه مش هيبطل يعمله من سهولته ومن السرعة بتاعته اللي احنا هنعمله بيها. بيفضل مقرمش لحد اخر واحدة. لايك وشير واشتراك في القناة.